هذه المشاهد من منطقة الجبهة بين مدينتي تطوان والحسيمة. تزخر هذه المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بالكثير من المؤهلات الطبيعية والجغرافية. في أحضان منطقة الجبهة واكب البرنامج عملية العطلة للجميع لهذه السنة. يقع مركز الاصطياف عبد الكريم الخطابي بمنطقة الجبهة التابعة إداريا لإقليم شفشاون. هذه المنطقة تتميز بخصائص طبيعية وبمؤهلات سياحية وجغرافية بفعل وجودها على البحر الأبيض المتوسط من جهة وبالقرب من سلسلة جبلية من جهة أخرى، كما تتوفر على ميناء للصيد التقليدي. كل هذه الأشياء تجعل من المنطقة قبلة للمصطافين وخاصة المستفيدين من البرنامج الوطني التخييم عطلة للجميع. النقل الأسباب كثيرة. أول سبب هو العدد ديال حوادث السير في المغرب. أنا باغي نقطع. أول حاجة غنشوف فين قلنا لا في حالة اللي ما كاينش اليسار هو الأول عاد اليمين. علاش؟ فاش قلنا دابا أنا باغي نقطع هو اليسار هو الأول، غنبقى نتسنى حتى يدوز. السيارة دازت ياك صافي مشات، عاوتاني غنجي للنص ديال الطريق غنشوف عاوتاني على اليمين ديالي حتى تدوز السيارة، وتنتأكد على تنشوف على اليمين ثم الشمال تنتأكد خاوية الطريق تنزيد. متفقين؟ وديما تمشيو في خط مستقيم. علاش؟ واحد القاعدة تقول أقرب مسافة ما بين نقطتين هذه النقطة وهذه النقطة أقرب مسافة هي خط مستقيم. الهدف ديال الحركة الكشفية بصفة عامة هو خلق المواطن الصالح، وطبعا المواطن الصالح يجب أن يكون مدرك لحقوقه ولواجباته، وبالتالي يجب أن يكون ملم بما يحيط به وأن يشارك في التحسيس ديال باقي المواطنين في مجال السلامة الطرقية وفي مجالات أخرى أيضا. هذه البلاكة ديال اش هذه؟ من عندك. وهذيك راه هي؟ عندك. هذيك إجباري الدور من تماك. يلا أجي تبعني. أجي دور معنا أنا شوية عليك ما تخشش. شوية وهذه؟ هذه شنو هذه؟ هذه كروازمة. دابا قدامك الطريق ثلاثة طرقان ياك؟ الأولى دوز منها؟ لا انترفيو والثانية؟ ممنوع بيكالات. والثالثة؟ ديال بيكالات. الثالثة عندك إجباري دوز من تما تحت بيكالات. دوزنا كثير من الورشات وعديد من الخرجات كانت جد رائعة واللي تعلمنا فيها بزاف ديال الحاجات. ونذكر واحد الورشة هي السلامة الطرقية اللي دوزوها الأشبال والزهرات، تعلموا كيفاش يدوزوا من الطريق، كيفاش يقراو علامات المرور، وتعلموا بها بزاف ديال الحاجات اللي غتقدر تنفعهم في حياتهم دابا ومن بعد ان شاء الله. دابا غادي نستناو تيدوز. يلا دوز. يلا اجي دور من هنايا.
المخيم هو فضاء للتربية على المواطنة، هو فضاء لتعلم الحياة. نحاول أن نعمل على زرع مجموعة من القيم، مجموعة من السلوكيات بالنسبة للمشاركين عبر إشراكهم في مجموعة من الأنشطة التربوية التي تهدف إلى تنمية المهارات والمعارف والمدارك ديالهم من الجانب الحسي والروحي والفكري والتربوي كذلك. قلنا الحبل ديالنا اللي هو معدل من هذا النوع من الحلفة أو معدل من النخال إلى آخره. بون دابا غادي نشوفوا بعض العقد اللي هي كتصلح في الكشفية وفي نفس الوقت كتصلح في البحرية. إذا دابا غادي نشوفوا واحد العقدة الأولية وهي أم العقد التي تسمى بالعقدة بسيطة. عقدة بسيطة وهي هذه ما كاينش اللي ما كيعرفهاش. أنا غادي نعاودها باش تظهر أكثر. وهي كنعملوها دائرة وكندوزو الحبل داخل، كل شيء يعملها ويعملها هيدا. إذا هذه العقدة هذه كتستعمل في بزاف ديال الحالات. نزيروا عليها شوية، نزيروها شوية. تعلمنا بزاف ديال العقد، مثلا كالعقدة البسيطة وعقدة الصياد التي تفيدنا في الصيد، وقمنا بتجربة عملية على شاطئ عبد الكريم الخطابي اللي هو في المخيم، وكانت نشاط هامنا بزاف ونجاح بطريقة مبهرة. العقدة هذه اللي عملتو دابا كتصلح بجوج الحالات. نعقدوا بها الشعرة ديالنا في القصبة، وفي ديك الطريقة نعقدوا الصنارة. صافي فهمناها. دابا عندنا هنا شوفنا ديك النهار يعني كتحكم الخيط وكتفتح كتحكم الخيط مزيان. الخيط هنا وكتفتح باش يدور الخيط. وي بون وكنزيرو لو فران. هذا الفران بون الساعه اللي كنجيو غادي نلونسيو. الوغ اسمع، هي خصها تطلع غير كنوري لك. الساعه اللي غادي تجي ترونسي يديك دائما صابر على هذا الموضوع هذا باش ما تسرسبش. ايوا صابر عليه. وفي نفس الوقت كتزيد باش ترونسي عاد كتزول ديك هذاك لو دوا ولا الصباع اللي تما، لانه هو اللي صافي حابب البريده يا انتينا هو الاولى. بون غير ما تسيبو ما يكون قدامك حتى واحد يكونوا اللور. في اطار الدور التكميلي اللي كتقوم به الحركه الكشفيه في التربيه بصفه عامه، نعمل داخل البرامج الكشفيه على تنميه الهوايات والملكات الخاصه لدى الاطفال، ونشجع هذه الهوايات وهذه الملكات على ان تكون داعمه في تكوين شخصيه هذه الاطفال في المستقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم، من اجل بناء مغرب الغد. نجاح هذا البرنامج هو راهن اساسا بهذه الشراكه القويه والمقاربه التشاركيه القويه التي يساهم فيها هذا الثالوث المتكون من وزاره الشباب والرياضه، باقي المصالح الخارجيه والجمعيات التربويه التي بهذه المناسبه يجب ان نتوجه اليها بالشكر الجزيل على المبادرات التي تقوم بها لانجاح هذا البرنامج من خلال تعبئه الاطفال، مرافقتهم، وايضا تاطيرهم من اجل تحقيق الغايات الاساسيه لهذا البرنامج الا وهي التنشئه الاجتماعيه. حارسة لهيب خذ للزاري القريب هلم حوله
لا تنسى قوله هلم حوله لا تنسى قوله